السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة ان شاء الله. النهاردة جاية بفيديو جديد ببواقي الخيوط. لو عندك خيوط باقية من الشغل بتاعك هتستخدميها في انك تعملي مفرش كبير، حوشيها، اعمليها اول باول وحدات صغيرة كده واركنيها عشان ما تزهقيش. اعملي كل فترة كده، وقت كل ما تلاقي شوية خيوط اعملي مربع الجراني اللي انت شايفاه ده واركنيه لحد ما هتحوشي كمية تعملي منها مفرش كبير ان شاء الله. النهاردة هنعمل معاكم المفرش دوت، عبارة عن وحدات صغيرة بنجمعها ونعمل بيها المفرش. بسم الله. هنعمل عقدة البداية ونعمل 5 سلاسل، نقفلهم بمنزلقة. يبقى كده عملنا الحلقة اللي هندخل فيها. نرتفع 3 سلاسل ودول يعتبروا أول عمود. ناخد لفة ونخش جوه الدايرة ونشتغل 3 أعمدة كمان مع ال3 سلاسل. هناخد هنشتغل لسه العمود التالت مع ال3 سلاسل يبقوا 4. هناخد سلسلتين ونعمل مجموعة تانية اللي هي عبارة عن 4 أعمدة. طبعا بناخد معايا الخيط الباقي يعني من الشغل بندخله عشان نخفيه. اللهم صل على سيدنا محمد. ادي تالت عمود بلفة، رابع عمود بلفة، بعدين نعمل سلسلتين ونخش نعمل المجموعة التالتة عبارة عن 4 أعمدة بلفة. بعد كده نعمل سلسلتين نعمل رابع مجموعة 4 أعمدة، نعمل سلسلتين ونقفل بمنزلقة. كده عملنا 4 مجموعات في أول سطر. هنشتغل منزلقة على كل عمود لحد ما أوصل للفراغ الأول عشان أخش أشتغل فيه. نرتفع 3 سلاسل وبعدين نعمل 3 أعمدة مع 3 سلاسل
يبقى كده عملنا 4 أعمدة. بعدين ناخده سلسلتين في نفس الفراغ، هنخش تاني ونعمل مجموعة تانية 4 أعمدة بلف. نروح الفراغ التاني اللي بعده ونعمل فيه برضو 4 أعمدة، وسلسلتين و4 أعمدة. بعدين نعمل في الفراغ التالت برضو، كل فراغ في الركنة كده بنعمل مجموعتين 4 أعمدة، وبعدين سلسلتين و4 أعمدة. نخش نعمل 4 أعمدة كمان. يبقى الأركان بتاعتي ديت هنزود فيها كل مرة التزايد اللي هما 4 أعمدة سلسلتين 4 أعمدة، دول اللي هيستمروا معايا للآخر. نكمل ال4 أعمدة التانيين اهو، 2 3 4. وبعدين نشتغل أيوة في الباب منزلقة، يبقى كده خلصت السطر التاني. كده الأركان دي هتستمر معايا، لأن نزود في كل فتحة في الركن يعني مجموعتين 4 أعمدة سلسلتين 4 أعمدة، التزايد بتاع السطور اهو. اشتغلت كده هو 4 سطور، بنزود في الركن بس، أما الباقيين بنعمل مجموعة واحدة في كل فتحة. هنمشي كده بمنزلقة على اللي فوق كل عمود، نسحب سحبة لغاية ما نوصل للفتحة اللي هي في الجنب، وأبدأ سطر جديد 3 سلاسل وهما بمثابة أول عمود كده 3 4، ونعمل سلسلتين و4 أعمدة تانيين، يبقى كده عملت التزايد بتاع الجنب. نيجي بقى في أول فتحة بعدها نعمل 4 أعمدة بس،
والفتحة اللي بعدها برضو 4 أعمدة. التزايد اللي هو مستمر معانا اللي هو في ال4 أركان. نعمل برضو في الفتحة اللي بعدها 4 أعمدة. الركن الأول بقى نعمل فيه، أو هو يعتبر الركن التاني لأن أنا بادئة من الركن اللي هنعمل فيه 4 أعمدة وسلسلتين و4 أعمدة. الفتحة اللي بعدها برضو نعمل 4 أعمدة. ادي 3 كده 4. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا الخيط اللي بيتبقى عندك لو عملتيه أول بأول كده الوحدة اللي انت تختاريها يعني لتكون المفرش تعملي منها، بس هي أحلى حاجة يعني الجراني، لأني ما ممكن تكملي الخيوط عادي بألوان مختلفة يعني. إن شاء الله تعملي كل سطر بلون في المربع فمبيعملش مشكلة، وغرزة سهلة يعني. تعملي بقى المجموعات كده وتركنيها صغير وكبير، وكل ما يبقى معاكي خيط تعمليه بيه. مش شرط يبقى مفرش، ممكن تبقى بطانية بيبي صغيرة، مش شرط يعني مفرش كبير يعني. وممكن الوحدات دي تعملي بيها كوفية، تحطي وحدة تحت وحدة كده تكوني منها كوفية. بس تحاولي تنسقي الألوان يعني بقدر الإمكان. نيجي بعد ما عملنا 4 همت، هنيجي بقى في الركن ونعمل مجموعتين، كل مجموعة 4 أعمدة. طبعا الخيوط بتختلف طبعا اللي انت شغالة بيها، في سميك وفي رفيع، فممكن تحطي اللي هو الخيط الرفيع تعمليه دوبل تشتغليه على فتلتين عشان يوازن العملية يعني. كده هو اشتغلت اهو. هنكمل طبعا بعد ما بنخلص العدد اللي انا عايزاه بنعمل 7 سطور. بنجيب بقى خيط في الاخر
حسب ما انت عايزة تقفليه، مثلا بأبيض أو تقفلي بأسود، حسب الألوان اللي انت عايزاها، يعني حسب اللون الأساسي اللي انت هتعمليه في المفرش. أنا عملت بأوف وايت اهوت، بنعمل السطر الأخير بالأوف وايت، وبعدين نجمعهم برضو بنفس الخيط بالإبرة العادية بتاعت الخياطة، أنا بفضلها يعني في التشبيك. ممكن تعملي باللون الأساسي سطر أو اتنين حسب ما تحبي. أنا عملت سطر واحد بس، وهشبك بالإبرة بتاعت التنظيف. طبعا اللون الأساسي ده بتشتريه، ما لأن بتحتاجي منه كمية كبيرة، ما ينفعش يبقى تعتمدي على البواقي. هو مفرش السرير بياخد حوالي 3 كيلو، فانتي هتبقى 2 كيلو بواقي، والكيلو اللي هو الأساسي بقى بتاع اللي هو الأوفايد دوت، أو لو انتي اخترت الأسود حسب يعني، بتجيبي منه كيلو. مفرش السرير بياخد من 3 كيلو ل3 كيلو ونص. أشتغل بنفس الطريقة حوالين المربع كله سطر واحد. هخلص بقى كده المربع اهو، فاضل آخر فراغ نعمل فيه 4 أعمدة. ونقفل بمنزلقة، ونمشي فوق كل سلسلة، فوق كل عمود، ونعمل سلسلة أو منزلقة يعني اهو، سحبة واحدة عشان تبقى متينة بس، وبعدين ناخد سلسلة ونسحب ونقفل بقى، نقص بقى الخيط كده. خلصنا اهوت المربع. ننضف بقى الخيط الزيادة والحاجات كده. أنا عاملة كذا مربع وبكذا، كل واحد بلون حسب الخيط يعني اللي موجود وكل واحد عاملاه بإطار من بره بالأبيض، ونحاول يبقى المربعات كلها في مقاس واحد. يعني اللي أنا عاملاه دوت حوالي 23 سنتي والمربعات اللي انتوا شايفينها تحت اهيت نفس برضو المقاس، ودولت لسه هنعمل لهم الإطار الأبيض من حواليه يعني، ونفضل بقى نحوش فيهم كده لغاية أما نكون منهم